هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وسعادة يا ربي. حبيت امس عليكم واقولكم مساء الخير والعافية حبايب قلبي. اليوم عندنا فيديو كيك هماتيا. الفيديو اللي طلبتوه مني شلون اسوي كيك اللي احطها بالماعون السفري. هاي عندي هنا 10 بيضات طفت عليها خل ونكهة برتقال، انتم النكهة اللي تحبونها. راح اضيف تقريبا ملعقة كوب. وحبايبي اتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس على مود تعمل فائدة للجميع وانتم تستفادون واني هماتين استفاد، لان هواي اكو جاي يشاهدون بس ما مشتركين. اتمنى منكم تشتركون بالقناة وتحطون لايك وتكتبون تعليق حلو مثلكم يا حلوين. هنا خليت ملعقتين محسن، وهنا راح اخلي قلاصين او كوبين شكر بكوب القياس. وراح اضيف هسه اربع اكواب طحين ونص. وراح اكتب لكم المقادير اذا تذكرت بصندوق الوصف على مود تصير سهلة عليكم. راح اضيف هسه تقريبا نص كوب نشا. بنات اللي تعاني من الكيك ينزل عندها من الطلعة من الفرن، يعني مثل شلون نقول احنا الكيكة تصير هشة زيادة عن اللزوم، كثروا لها نشا وهي راح تصير عندكم كيكة كلش حلوة. يعني ما تنزل عندكم ولا تصير بيها تعرجات ولا يصير شكلها مو حلو. كثروا شوي نشا راح تنجح عندكم، ولا تخافون ما راح تصير يعني طعمها مو طيب، بالعكس راح تبقى هشة وطعمها كلش طيب. ضفت هنا ظرفين بيكنج باودر، وراح اضيف عليها قلاصين مي بارد، وراح اخليها بالخلاط، اخليها تقريب شوي تخلط على كيف عمود تمزج عند المكونات، وبعدين اخليها تخلط اسرع شي مدة 5 دقائق. هنا الوقت بقى تقريب دقيقتين. العفو. هنا محضرة القالب، انا حاطت له ورق زبدة، وهذا القالب 40 في 30 بنات. هواي تسألون على هذا القالب 40 في 30. انا اشتغل القطع واشتغل الطوابق، يعني فايدني بهواي شغلات. راح اوزع الخليط بهالشكل هذا بنات، مثل ما جاي تشوفون الخليط كريمي وثقيل كلش. نجاح الكيك الاسفنجي لازم يكون القوام مالت العجينة كلش ثقيل. استوت عندي هذه الكيكة وبنات، هذه ما محترقت عن نشيله طبيعي ما عليه اي شي. سوي ذن 3، 2 سادة فانيلا وواحد بالكاكاو، يعني كيكة واحدة بالكاكاو. وبنات هذا اخليه يستوي من فوق زايد على مود ما تطلع عندي معجنة وما عليكم بهاي الهوسة. هنا عندي وجبة ثانية بالفرن. هاي قياسات صغار، وهاي الوجبة عندي مستوية. طبعا هذا يوم كامل من شغلي، حبيت أشارككم الفيديو وإن شاء الله تستفادون منه ويعجبكم. هاي بنات قياسه 15 وقياسه 18 هذا الكيك. هسه أول ما نبلش ورا ما بردت تقريبا ورا 3 ساعات أخليها تبرد، يعني الكيك كلش يبرد. يلا أبدي أشتغل بيه. نشيل هذا اللي قلت لكم يصير لونه طوخ لي فوق، وهماتين تصير بيه شوي زفرة، فإحنا نتخلص من يمه على مود الكيكة تبقى عندنا طعمها كلش طيب وما يخرب عليها نهائيا. راح ابقى اقص فيها بهالشكل هذا لحد ما اتخلص من يمه. وحبايبي حبيت اشكركم على كل كلمة حلوة تكتبوا لي اياها بالتعليقات، واشكر تفاعلكم بالقناة، ويا رب نستمر بالتفاعل بهالشكل هذا وتستفادون من قناتي ولو بمعلومة كلش بسيطة. وبالنسبة اللي يكتبون على مود يعني ماكينة الصقل، هواي كتبتوا خلي يسويها زوجك ويبيع. حبايبي زوجي موظف ما اعتقد يقدر يسوي، فانا راح اقول له على هاي الفكرة، هي فكرة حلوة. فاذا قدر يسوي راح نوفر لكم ان شاء الله، يعني راح اقدر اوفر لكم توصيل اذا قبل يسوي من يمها طبعا، لان تعرفون دوخة دوخة الموتور وبيها هواي شغلات تحوير. فهو يقول اذا اسويها يعني احتمال عندهم تعطل او شي، شلون راح يصلحونها هم؟ فاذا لقى لها طريقة سهلة بدون تحوير فان شاء الله راح يسوي لكم من يمها. وهذا الحرق اللي قلت لكم عليها مالتها راح تخلص من يمه على مود تبقى عندنا الكيكة طعمها كلش طيب. وهيك بهالشكل هذا راح اقطعها. وبنات هاي ارتفاعها تقريب 5 سنتيم، راح اقسمها بالنص مثل ما جاي تشوفون بالمنشار. هذا المنشار ضروري بشغلنا بنات على مود تطلع عندنا يطلع عندنا التقطيع كلش مرتب
وما نحتاج يعني صفحة عندنا صارت عالية او صفحة ناصية، هيك يطلع عندنا قياس مضبوط. قسمتها بهالشكل هذا وراح اخلي عليها كريم، يعني هذه تطلع لي 16 قطعة بالماعون اللي اخلي اني. العرض مالت القطعة يصير 15 سنتيم ب10 سنتيم العرض والطول مالتها. الكريم بنات ضروري نعطيه خفقة كلش سريعة قبل لا نشتغل، على مود نتخلص من شك وهو بيه، على مود الثقل يطلع عندنا مرتب. هسه راح اخلاني الكمية اللي تكفيني وابدي اساوي بيها بهالشكل هذا. يعني الثقل مالتها كلش بسيط، ما يحتاج انه نرتب بيه كلش هواي، لان احنا راح نحط عليها مروار وراح نحط عليها فرمسان. وبالنسبة اللي سألنا على سعرها بنات، انا هاي ابيعها الوحدة ب500 للمحل، وابو المحل اعتقد يبيعها ب750، ويعني ما بيها ربح هواي كلش، بس مثل ما نقول احنا شيء يعني شيء يشيل شيء، فاحنا لازم نتساهل بالاسعار على مود تمشي الشغلة مالتنا. وبعد تبقى حسب منطقتكم، اذا منطقتكم تمشي ب1000 بيعوها ب1000، بس اني هذا اللي يمشي عندي. مثل ما قلت لكم دائما احنا نعتمد على المكان اللي احنا بيه وشنو اللي يصرف بيه، بس بنفس الوقت لازم ما نخسر بالاسعار. بنات اني قطعتها وما الموبايل كان طافي فما قدرت اصور لكم اياها. بهالشكل هذا راح اخليها بالعلب. وبنات بنية سألتني قالت شلون تخلين اللون مالت الكاكاو العفو الكريم هيك يصير. هذا كريم عندي عادي سادة، ضفت عليه ملعقتين كاكاو، وراح اضيف عليه نكهة كاكاو على مود يطلع عندي طعمها يعني شوكولا او كاكاو. اخلطها هيك بهالشكل هذا، وضروري نخلطها كل زين لان الكاكاو باودر عندنا، على مود ما تبقى محببة او يبقى بيها كتل. وهاي الكيكة مالتين بالكاكاو انا مسويتها. بنات الكيكة بالكاكاو نقلل من الطحين خاشوقتين ونضيف خاشوقتين بدالها مالت كاكاو، تطلع عندنا بهالشكل هذا ولونها كلش حلو طعمها كلش طيب. نسويها بهالشكل لحد ما نحصل على يعني سطح مرتب. وبنات تزيينها عادي، وقلت لكم انا الكيكة القطع سوي 33 قطعة، وهاي وجبة اليوم اللي اشتغلتها. ما قدرت اصور لكم اكثر، يعني الكيك اللي سقلته بعد اكثر، بس يعني ما قدرت اصور كل شيء، تعرفون اطفال ومدرسة وشغل فواحد ما يلحق كل شيء يصور. ان شاء الله حبايبي الفيديو يعجبكم وتستفادوا من يمه. لهنا راح اقولكم مع الف سلامة، انتظرون ان شاء الله فيديو جديد، بس اهم شيء لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك بالقناة اتمنى منه يشترك.